السلام عليكم. معكم لوجين ياسر، طالبة الصف الرابع من مدرسة نبراس السالكين قسم الأونلاين. الليلة حنتكلم عن الوحدة الثانية للنباتات. أول درس حناخده في وحدة النباتات هو أجزاء النبات. أجزاء النبات هي 5 أجزاء أساسية للنبتة. أول جزء هو الجذور، وتاني جزء الساق، وتالت جزء الأوراق، ورابع جزء الثمار، وخامس جزء هو الأزهار. وكده يا عزيزي الطالب نكون تعرفنا على أجزاء النبات، وننتقل الآن إلى وظائف النبات. أول وظيفة هي الزهرة. الزهرة وظيفتها تنتج الثمار والبذور. وظيفة الزهرة تنتج الثمار والبذور. وتاني وظيفة الثمار. وظيفة الثمار تحتوي بداخلها على بذور. وظيفة الثمار تحتوي على داخلها على بذور. وثالث وظيفة هي الأوراق. وظيفة الأوراق تستقبل ضوء الشمس وتصنع الغذاء للنبتة. وظيفة الأوراق تستقبل ضوء الشمس وتصنع الغذاء للنبتة. رابع وظيفة هي الساق. الساق وظيفتها يحمل الأوراق ويعمل على توصيل الماء والأملاح من التربة. وظيفة الساق يحمل الأوراق ويعمل على توصيل الماء والأملاح من التربة. الوظيفة الخامسة هي الجذر. الجذر وظيفته يثبت النبتة على الأرض ويعمل على امتصاص الماء والأملاح من التربة.